ما لقيتهاش في اي فندق تاني، ان هو جامع ما بين سافوي شرم الشيخ نفس السكوير. اللي راح شرم الشيخ هيفهم كلامي. سافوي في نفس الاستيتس الموجوده هنا، اللي هي كلها على مدخل ريسبشن الفندق. بصوا انا هتصور بقى وابدا اوريكم. يعني بصوا عاملين حاجات كده، دي كلها واخده طابع اثري، لان الاوتيل اصلا او الفندق بتاع رويال جول هنا هو اثري قديم، وبيعمل ميكس بقى ما بين شرم الشيخ وما بين الاسكندريه. يعني هو ربط، اخد حاجات ديزاين وعمل حاجات جميله قوي. بصوا بقى الكاميرا اللي هجيب لكم بالراحه، شوفوا التماثيل، يعتبر زي متحف كده. كل الناس، انا ملاحظه من ساعه ما جيت كل الناس عماله بتتصور لان المكان روعه. يمكن حتى الناس من اسكندريه نفسهم مش عارفين الاستوديو المعموله على رويال هوتيل هنا. بصوا رائع. وبعدين شوفوا بقى التوضيبات اللي حصلت فيه، واتفتح من 10 شهور، فعمل ميكس بقى جميل قوي ما بين الحاجات الحديثه، الدهانات الحديثه والديزاين اللي هو الملكي اللي هو شكل القصور. هو مش كبير زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هو 3 ادوار ماسك الاريا كلها بتاعت شارع ايه بقى، الناس الاسكندرانيه اللي عايزين يعرفوا شارع المستشفى الميري، محطه الرمل وسط البلد اسكندريه. في بقى بارادايس، في بقى جو رائع، مكان بالليل تحفه. هنكمل مع بعض بقى، احنا لسه جولتنا كبيره. هنكمل مع بعض ونشوف. وهو بصوا الناس اللي حابه تعرف اسمه بالعربي او تسال عليه، فندق، عشان برضه ما حدش يقول لي انا ما عرفتش او ما فهمتش المكان او اسمه بالعربي ايه. خلاص هو جددوه وبقى رويال جول الرمل، ده التجديد بتاعه وده الاسم الجديد. وبيقدم بقى كل حاجه زي الاوتيلات، بريك فاست، دينر، لانش، اي حاجه انتوا عايزينها، سناكس، اي حاجه. لازم كده اخد كده بشوف الناس الجميله. منورني يا ابراهيم. نورتنا يا فندم. الله يخليك، ثانك يو ليك جدا. ميرسي جدا يا فندم. الله يخليك. ابراهيم من الناس المستقبلين الجميله، الابتسامه الحلوه بتاعت المصريين. قابلني كده وانا داخله الفندق. ربنا يوفقك يا ابراهيم. انت يا فندم. الله يخليك، شكرا جدا. جدا يا فندم. الله يخليك. انا حبيت اوريكم قد ايه الناس جميله ولابسين يونيفورم جميل قوي. ويلا بينا اخدكم عشان تتجننوا معايا ونشوف بقى. والبيانو من مقتنيات الملك فاروق اهو. بصوا احنا جينا فندق عريق وله تاريخ لكل الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي لها هيستوري او لها شموخ. فندق رويال هيكون جميل جدا للاقامه، هتتبسطوا فيه قوي، هتقضوا فيه وقت حلو جدا جدا زي ما اسم الفندق اهو. بصوا رويال جول الرمل، ده فندق في محطة الرمل في شارع المستشفى الميري. بصوا بقى عملوا لي ايه على السرير، حاجات تحفة تحفة تحفة. جميل 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 جميل. وايه دي شكل الأوضة، السويت بقى، يعني هو سويت، فالسويت بيكون كبير شوية. هحكي لكم بقى وافرجكم. بصوا بقى تعالوا معايا. بصوا بقى كمان بصوا الفندق بيبص فين. بصوا انا هفتح لكم الشباك، استنوا. اسكندريه ماريه وترابها زعفران. الله عليك يا اسكندريه. شوفوا بقى الجمال، تحفه. الاوضه السويت يعني باصص على البحر على طول. كل الاوتيل هو 3 ادوار باصص على البحر. بصوا البحر هناك اهو. بصوا انا هرفع لكم الكاميرا. بصوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بحبك يا اسكندريه. بيبص كمان على الترام. بصوا بقى جميل. هفرجكم بقى السويت كله، هكمل لكم بقى الجوله. بصوا بقى الجمال، دي الاوضه، دي كل حاجه فيها تحفه تحفه. بصوا كمان حاطين كاتل الشاي والكوبايات عشان هنعمل شاي. وبيبقى فيه تحت هنا كده تلاجة. بصوا التلاجة، بصوا كل حاجة نظيفة تحفة جميلة جدا. بصوا 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 بقى معايا. البشاكير اهي موجودة. بصوا
الخزنه عشان لو حد بيسيب حاجه، في كفر هنا عشان لو حد مثلا باعت حاجه للدراي كلين، مثلا عايز شنطه محتاج يحط فيها حاجه من الحاجات بتاعته، فهم حاطينها. بصوا تحفه تحفه رائع. انا بعشق حاجات، يعني ايه، بعشق انا الحاجات النضيفه. بصوا اصل الاوتيلات برضو مش كل الاوتيلات يعني. شوفوا الجمال، شوفوا بقى هنا دي كده الشاشه هفرجكم. ده كده السويت، ده الجزء بقى اللي هو السرير اللي انا فرجته لكم. ده كده الغرفه اللي هي التانية بقى اللي هي الليفينج، هو بيبقى فيه ليفينج كده. بصوا بصوا الجمال، شيك جدا، كونتراست الالوان في الفرنيتشر. بصوا شوفوا الحاجه كلها فيري كلين، يعني 100% كده ما فيش غلطه. عايزه اقول لكم كمان، بصوا بصوا الستاير، بصوا كل حاجه فيها جميله، كل حاجه فيه جميله، له روح. يعني انا حاسه ان انا، بصوا انا هصور لكم الازاز مقفول. بصوا بصوا اسكندريه وعمار يا اسكندريه يا ماريا اهي. ده كده الترام التاني. بصوا بقى كده انا قافله الشباك، ما فتحتش الشباك التاني، فتحته لكم. بصوا السويت، بصوا بقى انتوا كده قاعدين في محطه الرمل اللي هي وسط البلد، يعني انتوا قاعدين في وسط البلد. ده الشباك التاني في السويت. بصوا شاشه. تعالوا بقى نفتح مع بعض اغاني، يلا نفتح مع بعض بقى كده وبعدين نكمل كلامنا ونشوف هنقول ايه. يلا اهو جايب حاجات قناه هيا. بصوا 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 تمام. بصوا بقى التويلت، بصوا شوفوا بقى الديكوريشن. شوفوا على فكره انا اول يعني طلعت وبعدين كلمت الريسبشن قلت لهم الديكوريشن فظيع والحاجه فيري كلين قوي قوي. وبصوا بقى كل حاجه، الشامبو، بصوا السامبل بتاع الشامبو، شوفوا الديكوريشن عاملين لي شغل فظيع. فيعني ايه، حبيت افرجكم معايا كل حاجه. بصوا ده كده، ده كده الحمام، دي كده البشاكير. بصوا كل حاجه، بصوا مفيش غلطه، مفيش غلطه في المكان. يعني بصوا ده كده اهو، ده كده تمام. كل حاجه رائعه، كل حاجه. الفرنيتشر، بصوا شكل الفرنيتشر. دي الخزنه بقى اللي بتحطوا فيها الشوز والحاجات بتاعتكم في الاوتيل اهو. رويال جول الرمل. انا يعني مش عارفه، بصوا المكان واخدني قوي قوي. حلو. بصوا هنلف كده بجد والله، اسمي جميل اهو تمام. بصوا انا بشكر جدا جدا، ثانك يو لها مدام ايمان انور، الاسيستنت مانجر هاوس كيبنج المسؤوله عن الفندق. بشكرها شكر خاص من قلبي. انا سالت بقى وعايزه اشكرها. عايزه اقول لكم بقى على حاجه كده، انا جبت شنطتي بقى وحاجتي وهغير بقى هدومي، وانا عندي ايفنت، ادعوا لي بالتوفيق كده ان شاء الله في اسكندريه، اعمل لكم حاجات حلوه وحاجات جميله قوي قوي قوي. هقعد يومين، ف تابعوا بقى كل جديد عندي على قناه، وهفرجكم بقى الفندق كله وتقضوا معايا وقت حلو قوي وجميل. بس اغير بقى هدومي بقى كده ويلا بينا، ويوم حلو جديد جميل من اسكندريه من رويال جول هوتيل الرمل. القاعه الملكيه يلا بينا. عايزه اقول لكم القاعه الملكيه فيها حاجات كتير اثريه، فيها حاجات كتير قوي من ايام الملك فاروق، والبيانو اللي احنا عرضناه بره في الفيديو من ايام الملك فاروق. بصوا القاعه كلها حاجات اثريه بقى، كلها يرجع تاريخ انشاء الفندق دون لسنه 1939. والطقم الارابيسك اللي احنا شايفينه دون كان ايام الملك فاروق، ومحتفظين بيه هنا في الفندق زي ما انتم شايفين معايا على الكاميرا. ده الطقم الارابيسك اللي كان بيستخدم ايامها. وفي كمان بعض المقتنيات والادوات اللي بتستخدم كانت ايام الملك فاروق. وفي طقم صيني هجيبه لكم دلوقتي. في كمان دي ترابيزه البوكر اللي كان بيستخدمها الملك فاروق، ترابيزه البوكر الخاصه بالملك فاروق زي ما احنا شايفينها. دي الترابيزه، ودي كل المقتنيات الاثريه الموجوده هنا في الفندق، لان الفندق اصله قديم زي ما انا قلت لكم،
واثري، والحاجات كلها طبعا متحافظ عليها ومجدده بشكل لائق وجميل في القاعة الملكية، لأنها تعتبر من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للدولة، فالدولة محافظة عليها. الطقم الصيني اللي قدامنا ده على الشاشة كان بيستخدم متداول استخدامه أيام الملك فاروق، ومن مقتنياته كمان الصينية اللي قدامنا دي الدرع اللي هو أخده في المسابقة بتاعة السنوكر، وكمان قدامنا التاريخ اللي كان دي كانت الضباط، يعني كانت مهداة للنادي، نادي الضباط. الطقم ده بالذات الصيني اهو مكتوب عليه التاريخ ان هو مهداة للضباط. عايزه اقول لكم كمان على حاجه، كل المقتنيات دي موجوده، كان عام 1981 موجوده هنا في القاعه الملكيه، وده الشمعدان الثاني بتاع كاس كره القدم المهداة للدونات الضباط موجود هنا. والطقم الصيني اللي احنا هنشوفه ده فيه اطقم كان بيستخدموها ايام الملك فاروق، وكان فيه طقم معمول سبيشال خصيصا للملك فاروق والناس اللي هم الزوار الموجودين. كل حاجة هنا لها طابع خاص مختلف جدا. تاريخ الدولاب نفسه من 1945، وزي ما انتم شايفين معايا الدرع، وكمان قبعة ديليسيبس اللي هو حفر قناة السويس، والإناء والأبريق موجودين هنا، والشمعدان، حاجات أثرية جميلة بتعكس تاريخنا وذكرياتنا. دي البوت اللي هو الإناء الأبريق اللي كانوا بيستخدموه ومازال محتفظين بيه أيامها. كل حاجة الحاجات المتداولة عندنا هنا في القاعة، الشمعدان الموجود من أيام الملك من سنة 1939، كل الحاجات دي محتفظين بيها، هنا جابوها وحطوها. ده كمان الدرع موجود معانا. عايزه اقول لكم على حاجه، الحاجه على الطبيعه بتديك احساس بالعراقه، يعني تحس كده وانت هنا بالعراقه، ان الحاجه قديمه من سنه 1900 زي ما قلت لكم 45. الواحد فخور قوي 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 بكل الحاجه وهو واقف قدامها وسعيد شايف المقتنيات القديمه الموجوده معانا هنا في القاعه الملكيه. الرويال ملكي، هو معنى كلمه رويال جول الجوهره الملكيه، سموه الجوهره الملكيه علشان هو قديم وطابع القدم، اللي هو الحاجه الانشنت قوي، اللي هي القدماء بقى، اللي هي اللي لها قيمه. كل ما ادمت كل ما كان لها قيمه، فهم طوروا بقى فيه وسموه الجوهره الملكيه. وهنكمل ونشوف، وبيقولوا بقى في جنينه فوق تحفه جدا، نطلع بقى ونغير جو ونشرب حاجه. وطلعنا الدور الثالث. الدور الثالث ده معمول فيه جنينه وفيه كافيه، بس اهم حاجه في الجنينه اللي انتوا لازم تعرفوها ان في نخل بقاله اكتر من من سنه 1939. والغريبه بقى ان النخل ده معمول على سطوح، يعني بيتزرع والجذور بتاعته بتمتد وما بيوقعش السقف اللي تحته. يعني قد ايه الفندق ده اثري. تعالوا بقى بصوا معايا ده. النخل بقى اللي احنا بنتكلم عليه اهي في الجنينه، وده بقى كافيه كمان. ده كافيه بقى هو للقعده، اي حد من بره الفندق برضو ممكن يجي يشرب حاجه او يقعد. في كمان هنا تراس معمول في الدور الثالث، يعني ادي النخله، بصوا جنينه كبيره كبيره كبيره. عايزه الكاميرا بقى معايا كده، بصوا 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 كل ده جنينه. شوفوا الممشى، شوفوا الممر. دي كانت جنينه الملك يجي هنا، لان انا زي ما قلت لكم هو اثري وقديم وعتيق. شوفوا النخل كل ما جذوره بتطول، يعني هو بيطول وهو على السطوح مش بيقع. يعني شوفوا بقى سبحان الله. هنا في حاجه مميزه، في حاجه تاخدكم قدام منها على طول. بصوا بقى كمان قدام منها هنا ايه؟ كليه الطب. بصوا كليه الطب بتاعت اسكندريه اهي، كليه الطب، وحاطين ابن سينا بقى العالم اهي. ده كده. هنا طبعا ده جامع القائد ابراهيم. بيقولوا بقى في رمضان بتبقى الصلاه فيه زحمه وبتبقى الخطبه فيه حلوه قوي. البحر، دي الجنينه الثانيه بتاع كليه الطب. كليه الطب المبنى اللي قدامنا دي كلها شارع المستشفى الميري، عشان الناس بس تبقى معايا في الفيديو فاهمه. ده شارع المستشفى الميري. ده البحر اهو، هزوم كده على البحر، بصوا
جميله جدا، المنظر حلو قوي، شيء يفوق الخيال، شيء جميل قوي ان انت تيجي فندق يبقى الدور الثالث بتاعه جنينه. الجنينه زي ما انتم شايفين بقى عشان تاخدوا صور جميله جدا جدا، كبيره. ده كله الفندق اللي احنا فيه النهارده قاضيين فيه اليوم، وعايزه اقول لكم جو تحفه تحفه. هنا اقدم جنينه وثالث جنينه على العالم معموله على السطوح. طريقه عمايلها سحريه كده او يعني هندسيه قوي، عشان انا ما كنتش بعرف في الحاجات دي، بس يعني عرفت وسالت. الجنينه معموله اول دور طبقه منها سطح رصاص، تاني دور رخام، ده كل ده في التربه عشان يعزلوا الميه عن السقف اللي تحتها. تاني دور قلنا الرخام، بعد كده بيجي طبقه الزجاج، بعد كده بيجي تالت طبقه وهي التربه الطينيه اللي بيتزرع عليها الزرع اللي احنا شايفينه مع بعض ده. كمان هم مهتمين بيها قوي، هي قديمه من ايام الملك فاروق، مهتمين بيها جدا وهي جميله. وبعدين لفت نظري حاجه، بصوا بقى معايا على الكاميرا، بصوا ورده عباد الشمس اللي شوفوا في منتهى الجمال ازاي، سبحان الله، يعني سبحان من ابدع وخلق وصور. يعني يمكن حد كتير قوي ما شافهاش اهي الورده نفسها. بصوا بقى كمان الجنينه جميله جدا، اي حد هينزل الفندق هيقدر ان هو يستمتع ويتصور على الجنينه ويشرب الشاي بالنهار الصبح في الشمس ويتفرج على البحر. نلعب البلياردو والنشن، يلا بينا. جيم ورياضه وحافظوا على صحتكم والعبوا جنب كمان. في الفندق في جيم حلو جدا جميل، يعني بصوا اللي حاجز هيستمتع بالجيم، هيستمتع بالجنينه اللي فوق ويتصور، هيستمتع بالقعده، هيستمتع بالجو، هيستمتع برؤيه البحر كمان جوه الغرف زي ما انتم شفتوا معايا في اول الفيديو. اتفرجوا بقى على الجيم كله. فتنس جميل جدا. بصوا الالات الحديثه كلها، الحاجات اللي احنا محتاجينها كلها موجوده هنا في الجيم، واليوم حلو قوي واحنا بنستمتع مع بعض في الفيديو بكل حاجه في الفندق. هنا المكتبه نتكلم على كل العريق والقديم، وقد ايه دولتنا محافظه على كل التراث القديم بتاعنا، وقد ايه احنا فخورين ببلدنا. شوفوا هنا محتفظين بالهندسه المعماريه الاسلاميه القديمه، ده الجزء الاول. شوفوا قافلين عليه بالازاز طبعا لانه تراث اهو مكتوب عليه. المكتبه دي هنا من اعرق المكاتب وفيها تراث قوي جدا بالنسبه لاي حد يعني يحب او يستمتع بالقراءه. المكتبه هنا من اهم، وفيها كتب مش موجوده في مكتبه اسكندريه. عايز اقول لكم ان انا عرفت ان الكتب هنا كلها قيمه ونادره جدا جدا. هوريكم بقى المكتبه. بصوا التصميم لحفظ الكتب بشكل بروفيشنال قوي، بشكل جميل، تحسوا كده بالعراقه في المكان. في كمان الكتاب الثاني، الجزء الثاني من الهندسه المعماريه الاسلاميه القديمه، محتفظين بيه وقافلين عليه، ده تراث بلدنا. كل المراجع، البحوث وكل الحاجات اللي انتوا تحبوا تعرفوها او تحبوا تلاقوا معلومات نادره وقيمه موجوده في المكتبه دي. كل النظريات تمام اهي موجوده، كل الحاجات اللي تهمنا، المعجم العسكري، كل الحاجات المهمه بالنسبه لنا موجوده هنا في رويال هوتل. والمكتبه المكتبه عريقه جدا، وكل الكتب اللي فيها نادره، وقد ايه يعني شيء حلو قوي ان انتوا تيجوا تزوروا الفندق وتتفرجوا وتقضوا وقت جميل قوي هنا في رويال جول هوتل. مكان جميل جدا. بصوا بقى الحاجه اللي بتحفظ معالم اسكندريه. ايه هي معالم اسكندريه؟ الكتاب الاثري، الحاجات التاريخ الاثري بتاع الاسكندريه موجود جوه الكتاب ده. بيحكي كل المعالم وبيتكلم عليها، من اول قلعه قايتباي، المتحف الروماني، الجنينه، كل التراث والحاجات اللي هنا يهمنا نعرفها في اسكندريه. كمان في هنا بصوا يعني كل اللي احنا محتاجينه، كتب اسرار، تاريخ، مجلدات تاريخ عسكري. بصوا كمان الكتاب ده قديم، يرجع تاريخه لسنه 1949. شوفوا المجلد عامل ازاي، احنا محتفظين بكل شيء. شوفوا المجلد، المكتبه المركزيه، احنا محتفظين بكل حاجه، وبلدنا محتفظه بكل حاجه من الحاجات من ايام الانجليز، يعني كل حاجه قديمه. بصوا يرجع تاريخ الكتب سنه 47، الديكشنري، التكنيكال تيرم،
كل حاجه هنا الكتب القديمه اللي من ايام الانجليز. شوفوا كانوا زمان بيعملوا الكتب بالجلد، بصوا بالجلد اللي هو بتاع الغنم. كل الكتب موجوده، كل التاريخ متواجد هنا في المكتبه العريقه دي سنه 1907. ده شوفوا تاريخه من 1907. وما اقدم من ذلك من الكتب. مكتبه اثريه عريقه وجميله قوي 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 اهي. بصوا الكتب القديمه بتاعتنا كلها، يعني فخر لنا قوي ان احنا يكون عندنا مكتبه عريقه جميله زي المكتبه الموجوده هنا في الفندق. انصحكم جدا تيجوا تتفرجوا على الفندق وتستمتعوا كمان زي ما انا استمتعت، وتعرفوا معلومات نادره وتشوفوا حاجات اثريه قيمه جدا هنا في فندق رويال جويل هوتيل في الرمل. بس برضو هاخدكم لكل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها وتفهموها واوريها لكم معايا. مالك وتعيش عيشه الملوك لازم تيجي رويال جويل هوتيل. ولو انت عريس او انت عروسه فكري كتير قبل ما تشوفي الفيديو، وفكري اكتر بعد ما تشوفي الفيديو تعملي فرحك فين وتروحي فين. قاعه مبهره، قاعه قمه الشياكه، قصر الملوك بحقيقي. هفرجكم على قاعه الافراح معايا. بصوا دي فرشه الافراح، دي القاعه الملكيه. بصوا بقى اي حد حابب يعمل خطوبه زفاف فكر قبل ما تختار القاعه. القاعه الملكيه مبهره، الديكوريشن والديزاينر يعني بروفيشنال. شوفوا الكراسي، شوفوا الترابيزات، الشغل بتاع شوفوا الشغل بتاع الترابيزات الستانلس الجديد المذهب، الكراسي، الفاميل اللي معمول منه الترابيزه. بصوا الفاميل معمول منه الترابيزه، السنتر بيس بتاعت الورد، يعني ماتشنج فظيع شيك جدا جدا جدا. حاجه رائعه، حاجه مشابهه. والديكوريشن فعلا ملكي وهو القصر الملكي. عايزه اقول لكم كمان الاسعار هنا حلوه جدا. الاسعار بتبدا من 900 جنيه مع البي اللي هو البريك فاست، وكمان البريك فاست بيكون اوبن بوفيه، ومتاح المطعم اللي انتم شفتوه معايا في الفيديو، متاح الجيم، متاح صاله البلياردو تستمتعوا تلعبوا فيها. عندكم الدور الثالث بتاع الجنينه ان انتوا تقعدوا على التراس. عايزه اقول لكم المكان حلو جدا والموقع جميل والاسعار حلوه قوي، ان هي تبدا من 900 جنيه بالنسبه لان الفندق على البحر مباشره وفي وسط البلد في محطه الرمل، فهو يعتبر السعر جميل جدا. بلس الخدمه اللي انتم شفتوها والنظافه، وشفت الفندق قد ايه جميل معايا. تجربه حلوه جدا ليا، تجربه جميله قوي ان انا يعني اغير معاكم ونطلع في ريفيو للفنادق. فيعني يا رب الفيديو يكون لطيف. عايزه اقول لكم كمان يعني متاح الحجز من بوكينج او متاح الحجز من الارقام، وهحسب لكم صفحه الفندق والانستجرام للفندق برده، هسيبها لكم في الديسكربشن في الفيديو. وانتوا شفتوا معايا بقى كل حاجه جميله على الطبيعه، ويعني اليوم حلو قوي ولسه لنا يوم كمان. يا رب تكونوا مبسوطين معانا. هنا اوبن بوفيه، وزي ما انا قلت لكم ب 900 جنيه الغرفه السنجل بالفطار. المطعم عايزه اقول لكم على حاجه، متاح ان انتوا تطلبوا اكل في اي وقت، ممكن تيجوا من بره وتاكلوا عادي. الاكل حلو جدا والتيست بتاعه يعني ممتاز. انا يعني شايفه الريفيو بتاع الناس عليه قبل ما اجي احجز. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، الاسعار حلوه جدا بالنسبه لاي مكان بره. هدوق بقى البوفيه وفرجكم معايا، ويلا بينا نفطر. دخلنا بقى هنا كده قسم المشروبات، الناحيه اللي هناك دي على طول بسكويت وكحك والحاجات، الناس تحب تاخد حاجات انجليش كيك مع شاي مثلا في الفطار. في هنا كوكيز كتير بالشوكولات، في كمان سلطات ومخللات، طماطم، خيار، الحاجات اللي احنا عايزينها. في زبده، زيتون زي ما انتم شايفين معايا على الكاميرا، في مربى، في بيض مسلوق، بيكون في جبن، بيكون في كمان هنا اهو ايوه دون يعني زي فول برضو، ده فول بالطحين اهو يعني. كمان في لانشون، جبنه رومي، جبنه شيدر. الاكل شكله لذيذ جدا، واللي عامل الجرنشه تحفه.
اسكندريه. احلى حاجه بقى ان هم بيقدموا المشروبات في الكوبايات الفوم. بصوا علشان كورونا وكده كل حاجه متغلفه. بصوا يعني كل حاجه يعني تحفه تحفه، جميله جدا. المكان رهيب، الريسبشن حلو جدا، القعده فيه روعه 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 بجد. اي حد جوه مصر او بره مصر هيجي وهيستمتع بالمكان، هيحس ان في ديفرنت كتير جدا ما بين الاوتيلات. يعني هو ده له طابع اثري وطابع سبيشال في القعده والديزاين والديكوريشن والفرنيتشر. بصوا هاخد لكم بالكاميرا كده جوله كده وانا قاعده بالموبايل. بصوا ده كده الريسبشن كله تمام. صولاتنا وجولاتنا في اسكندريه مش بتنتهي، والجو هنا مش عايزه اقول لكم قد ايه جميل، والفندق قد ايه روعه جدا. وبشكركم جدا على اليوم الممتع يعني بصوا الجو هنا جميل جدا. انت هتيجي تاخد يوم او يومين مش هتخلص، بس انا النهارده اول يوم ليا في الفندق، بس اكتر من رائع وجميل قوي قوي قوي، ومبسوطه. يا رب تكونوا اتبسطتوا.